حماتي اتصلت بيا وقالت لي احنا تحت البيت وهنطلع نسلم عليكم بس وما تعمليش اي حاجه ولا تعملي غدا، احنا نطلع نسلم ونمشي على طول. الحمد لله. قلت لها طيب حاضر بس اطلعي بس تنورونا. المهم انا طبعا قعدت افكر اعمل لها غدا ايه، لازم تتغدى مش هينفع، ده احنا جايه في وقت يعني الوقت غدا اساسا. الواحد هيموت من الجوع يا جدع. يا ترى مرات اخويا طبخ ايه النهارده؟ فرحت كان عندي كده فراخ في التلاجة، رحت جايباهم كده شدتهم بقى شطفه يا جماعه، شطفتهم خليتهم ما فيهمش اي زفاره، طبعا انا بحب اشطف الفراخ بالطريقه دي قوي. خليها على الله. المهم بعد ما شطفتها حطيتها في طبق تاني وقلت بقى هعصر عليها ليمون واحط بقى عليها الحاجات كلها، اوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. ما شاء الله ما شاء الله. ببص من العين السحريه اشوفها هي طلعت ولا لا، لسه هي كانت في الطرقه اهي. قلت بسرعه اجري يا بنتي يا بقى اعملي الفراخ واعملي بقى الليمون وشيلي الزفاره وكده. شاكر جدا يا فندم على المعلومه. ونضفيها كويس قوي. انا بنضفها بالليمون ما بحطش خل، ليمون ودقيق وملح بس. طب وانا مالي؟ هوريكم دلوقتي هحط فيها ملح اهو كتير، حطوا ملح كتير عشان بتنضفها كويس، وكمان دقيق بينضفها وبيخليها زي الفل. بس كده خلاص نضفت وقلت هعمل التتبيله بسرعه قبل ما تخبط. انا مش هقدر استحمل البتاعه دي، انا واحده صاحبه مرض. وانا عايزه انجز يا جماعه وعايزه اعمل لها ايه، وليمه اكل. انا بقى عايزه افاجئها واعمل لها وليمه اكل. انت واعي انت ناوي تعمل ايه؟ حطيت بقى كل الحاجات خلاص وابتديت ان انا اعملها في الكبه وحطيت بقى البهارات عليهم كمان عشان يتفرموا مع الخضار. وحطيت بقى ملح وفلفل اسمر و11 بهار، وحطيت بابريكا. ما تدخلنيش في تفاصيل، انا ما بحبش التفاصيل. وقولوا لي بقى بتعملوها بنفس الطريقه دي ولا بتعملوها بطريقه تانية. هنا بقى خلاص كنت هفرمهم كلهم مع بعض، وعايزه اقول لكم طلعت خطيره بجد، جربوها وبقولوا لي في الكومنتات. لا ما نفسيش ومش عايز. هنا بقى كنت ببص اشوفها وصلت ولا لا. يا جماعه خلاص وصلت وهترن الجرس وانا عايزه اجري احط التتبيله في الفراخ. جريت بسرعه قلت لا لازم احط التتبيله في الفراخ بسرعه. يا بنت ما تستعبطيش عليا. مهم فضلت بقى افتح بيها كده في السكينه، افتح الفراخ بالسكينه عشان التتبيله تخش جوه الفراخ كده وتديها طعم وتديها ايه. يعني انا بحب طعم الفراخ المشويه دي، بحب طعمها قوي بجد. ده كلام كبير. خلاص يا جماعه هترن الجرس بسرعه بقى. جريت رحت قلت انا مش عايزاها تشوف حاجه، انا هحطهم في التلاجة بسرعه. رحت عملتها بورق ورق الفويل بسرعه بسرعه بسرعه. دي مجنونه بقى. خلاص رنت الجرس رحت افتح لها. قلت لها تعالي يا حماتي نورتينا والله. بقول لك ايه، انا قلبي اتقبض اول ما دخلت المكان ده. المهم هنا كنت جايبه برضو ملوخيه. بصوا الساعه كانت 5 بالظبط، يعني 5 المغرب، وكان خلاص المفروض ان ايه وقت الغدا، والمفروض ان انا خلاص هجديها. وهي قلت عقبال ما تغير هدومها اكون انا عملت الاكل وعملت الملوخيه والفراخ كمان، وهوريكم الوليمه اللي انا هعملها ان شاء الله. الله الله، حس كده بقى يبقى نتغدى وهتعجبكم كلكم باذن الله. المهم رحت عملت بقى الملوخيه وعملت السمبوسه برضو. ابتديت ان انا اعمل سمبوسه جبن لان انا ما بعملهاش مفروم كتير. السمبوسه الجبن دي عملت منها صينيتين. دايما عامر يا حسن. قلت عقبال ما تغير هدومها يا جماعه احط الحاجه في الفرن واطلع بقى الفراخ اللي بقى لها دقيقه دي انزلها عند الراجل يشويها لي. انجز اشطوبك يا شيخه. هو الراجل قلت له انا بصوا انا اقول له اشويها لي بالفحم السريع، اشويها لي بالفحم السريع بسرعه، بصوا انجزني بسرعه، انا عايزه 10 دقايق بالظبط ويكون الفراخ دي خلصت ويكون الاكل اتحط. ربنا ينتقم منك يا حاج، اشوفك ريش على الشوايه بامر الله. انا عايزه افاجئها ونتغدى كلنا مع بعض. هنا بقى كنت بشوف هي خلصت لبس ولا لا، وكانت بتتكلم مع العيال. قلت بقى اخد الشنطه بسرعه وانزل اوديها عند الراجل. وخلاص يا جماعه شواها على طول. قلت له بص اهم حاجه الفحم السريع. راح قايل لي حاضر عينيا. خش على بعض يا عم الحاج. عايزه اقول لكم رز البسمتي برده طلع حلو قوي وانا بحط عليه. بصوا حطيت اهو الرز خلاص بسرعه، وحطيت ميه مغليه كمان عشان انجز. ويا جماعه انا انجزت يا جماعه كل دوت عملته. يعني بصوا انا جريت بسرعه عملت بصوا غدا. يعني الحمد لله طلعت سفره حلوه قوي. وابتديت ان انا كمان اعمل الطشه. انا شامم ريحه اكل حلوه مرات اخويا. حماتك بتحب منبر وحنان. عملت الطشه كمان بتاعه الملوخيه اهو، وهنطش هوبا طشينا خلاص وخلصنا. الله اكبر، قلت لك قلبي حاسس. بس خلاص كده خلصت وببص عليها اشوفها. انا كل شويه يا جماعه اعمل الملوخيه وابص اعمل الرز. خلاص الساعه بقت 5:10 وهي
كانت لسه الحمد لله في الاوضه بتغير، هي بس تلاقيها راحت عليها نوم. فقلت خلاص يعني هي زمانها طالعه، اغرف بقى بسرعه وافاجئها ان ايه، ان انا عملت الغدا، عشان هي كانت عماله تقولي لا مش هنتغدى وهنسلم بس. قلت لها بس خشي بس غيري وهتطلعي ايه نقعد مع بعض. ما هذه المفاجأة التي ليست على بال وليست على خاطر؟ طلعت بقى لقيت الحمد لله الاكل خلص زي ما انتم شايفين اهوت، وقالت لي طب يبقى اساعدك ليه يا بنتي تعبتي نفسك؟ قلت لها بس يلا بس ناكل مع بعض كده لقمه. الحمد لله ما اتغديتش. يبقى نتغدى. ودي السمبوسه برضو، السمبوسه طلعت حلوه قوي لان انا بحبها جبن. قولوا لي بقى في الكومنتات مين بيحبها جبن ومين بيحبها لحمه مفرومه. انت مالك انت بتتحشري ليه؟ انت مين انت؟ بصوا هنا كنت بقول لكم اعملوا لايك، ها ما تنسوش اللايك. قعدنا بقى بصوا غرفت والملوخيه وكل حاجه بقت جاهزه والسفره بقت حلوه اهوت. وبعد الغدا خلاص بقى حطيت لهم بسبوسه وظبطت الدنيا كده وظبطت القعده، واليوم كان حلو. عايزه بقى اشوف لايكات كتير عشان تعبت في الاكله ديت وكومنتات. Don't waste my time and don't look because I بتخنق. Okay?